انسى الاسمنت الابيض خالص وانت بتسقي السيراميك او البورسلين، بيغير وبيصفر ومسامه بتعدي الميه، والنشع او الرطوبه بوظ لك حوائط الشقه بالكامل. الاسمنت الابيض اصلا ماده بتنكمش بعد فتره، وقوه التصاقها بالاسطح الناعمه مش قوي، فعشان كده بنستخدم ماده الجراوت او ماده مخصصه لسقيه السيراميك اسمها سيتوفيل، ماده شديده الالتصاق بالاسطح الناعم، وتقدر تلونها بنفس لون السيراميك لو العميل بتاعك حابب كده. وبتتلون بطريقتين، الطريقه الاولى انك تستخدم اكسيد باللون اللي انت عايزه، بس مشكلته بيبهت وبيغير ولونه بيتغير بعد فتره من كتر التنظيف، والصح انك تلونه باي لون من اي نوع دهانات انت حابه. بعد ما بنسقي السيراميك بنعمل حاجه اسمها كوي عراميس، بنجيب حته سفنجه وننضف العرموس ده كويس جدا عشان شكله يبقى شارب وكويس. بس لو ما نضفتش المونه السوداء اللي كانت موجوده في الاول وانت بتركب، بعد ما تسقي هتلاقي نقط سوداء كده وانت بتكوي العرموس بتاعك، وبيسموها سوس، ودي حاجه شكلها سيء جدا، فلازم تنضف العراميس كويس جدا قبل ما تسقي. كمان لازم يكون في فرق يوم او اتنين على الاقل بين التركيب واليوم اللي هتسقي فيه، عشان الماده اللي هتسقي بيها ما تشربش من المونه الاسمنتيه اللي ورا، لانها بتكون خضراء ولسه طريه. ساعات الصنايعي بيبقى حابب ينجز ويخلص شغله بسرعه، فبيعمل كله في يوم واحد، يركب ويسقي في نفس اليوم، وده غلط كبير جدا. هتلاقي العراميس جيرت واصفرت معاك بعدين. كمان لو ركبت سيراميك سطحه خشن او محبب، ما ينفعش تسقي الارضيه بكامل المسطح كده، السيراميك المحبب ده او الخشن هيجير منك بعد فتره، ولمعته وزهوته هتروح منك. الصح انك تاخد عجينه على قد العرموس بالظبط، وتسقي الفواصل واحده واحده وتكويها في نفس الوقت. انا محمود مختار، وده كان فيديو النهارده. سلام.